السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي أمل صيام. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض القرص علشان الشتاء، فيلا بينا نبدأها مع بعض. أنا هعمل 3 كيلو من الدقيق. طيب هل أنا هقول لكم المقدار لل3 كيلو؟ لا، أنا هقول لكم المقدار لكل كيلو من الدقيق بياخد قد إيه، واللي حابب يضاعف يضاعف براحته. فاحنا هنتفق دلوقتي إن أنا هقول لكم المقدار لكيلو الدقيق. كيلو الدقيق هياخد معلقة صغيرة من الملح، ونتوه الملح في الدقيق. طيب وبعدين معلقة صغيرة برضو من البيكنج باودر، وتوه معلقة البيكنج باودر في الدقيق، ومعلقة من الخميرة أو كيس خميرة فورية من الصغير، و5 معالق مليانين من السكر، وأقلب كل الحاجة دي كلها مع بعضها. طيب وبعدين أكون محضرة ربع كيلو سمنة على زيت مادة دهنية، أنا بحب السمنة مع الزيت. وابدا اعمل ايه، ابدا افركها بالشكل ده بين ايديا الاتنين كده. اعمل الدقيق افركه مع الماده الدهنيه اللي انا حطيتها لحد ما احس ان انا فركتهم كلهم كويس. هبدا انزل بزبادي لان انا هعجن بميه، بصراحه ما عنديش حليب، فهننزل بايه، هننزل بزبادي. انزلي بكميه الزبادي اللي تحبيها. انا بالنسبه لي نزلت بثلاث علب زبادي. طيب هتوه بقى الزبادي مع الدقيق مع الحاجات الحلوه دي كلها، وبعد كده نبدا نعجن بقى بالميه. كل شويه ضيفي شويه ميه بشويه ميه كده لحد ما العجينه تلم معاكي وتعمل معاكي عجينه كويسه. الموضوع بيبقى طبعا انا كل مره بعملها في العجان، بس المره دي عشان عامله كميه كبيره فقلت اعملها معاكم يدوي. فهتعجني كويس قوي لحد ما توصلي للعجينه بتاعتك، عجينه طريه كده وحلوه. طيب هل انا اقدر احدد لك كميه الميه؟ لا، كميه الميه بتختلف من عجين للتاني. نفضل نعجن نلملمها كده لحد ما نحس ان العجينه بقت تمام زي الفل كده، اللهم بارك. نغطيها ونسيبها لحد ما تخمر شويه كده ونرجع مع بعض تكون العجينه بالنسبه لنا خمرت. نبدا بقى نكورها. لو انت عايزه وزن البتاع القرص بتاعتك بتوزنيها الوزن اللي انت عايزاه، 30 جرام 40 جرام 50 جرام زي ما انت عايزه. كورناها وسبناها وغطيناها وبعدين بططناها بالشكل ده. بعد كده نسيبها ترتاح لها ربع ساعه، بعدين ندخلها الفرن نخبزها على درجه حراره متوسطه تخرج معاكي بالجمال ده. وبس كده عملتي قرص وحاجه حلوه.